بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خواتاتي، كيف راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي دوزتوا هاد الايام ديال رمضان؟ تقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال الصالحة يا ربي امين. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا عبارة على فطائر او مسمنات عامرين او خبيزات، كل واحد كيفاش كيسميهم. الا جربتوهم بهذه الطريقة اكيد غتوليو معتمدينهم دائما على مائدة الافطار ان شاء الله. عندي كما كتشوفوا واحد 400 غرام ديال الدقيق، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، عندي شويه السكر سنيده، عندي معلقه الزبده، عندي معلقه الخل، عندي الملح بطبيعه الحال، وماء دافي للعجن. غادي نخلط النواشف ومن بعد غادي نبدا نعجن العجين ديالي بهذا الماء الدافي. كما كتشوفوا كنديروا معي باطراف الاصابع حتى كنجمع داك الدقيق اللي عندي. ملي كنحس بيه راه تجمع كنبدا ندلكو شويه وعاد كنزيد له الملحه. انا كنفضل نديرو هنا في الرخامه لانها كتساعد بزاف، احسن من القصعه، احسن من اي حاجه، كتجيني عمليه اكثر. كما كتشوفوا انا كندلكو شويه مزيان باش يولي العجين رطب وساعدني في الخدمه ملي نكون كنشكل منه هذوك المسمنات. هادو راهم في ساعه كيوجدوا وفي نفس الوقت كيجيو لذاذين بزاف. يعجبوكم، يعجبوا وليداتكم ان شاء الله. انا بعدا دائما راهم معتمدين عندي في مائده الافطار كل رمضان، ضروري باش كنوجدهم صراحه. كيعجبوني، كيجيو خفافين وفي نفس الوقت لذاذين بزاف، والعجينه ديالهم رطبه ما مدقصه ما حتى شي حاجه. خديت مقله درت فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، درت هذيك البصله ديال الخضاريه، غادي نشحرها مزيان. من بعد كنزيد لها داك شويه ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعته شويه رقيق، نشحروا معاها مزيان حتى كيدبالوا. وعاد كنزيد الخضر ديالي. هنايا كما كتشوفوا درت شويه ديال الخيزو، شويه ديال القرعه كورجات محكوكين. ما كياكلش الفلفله، هادو درتو من ولدي ما كيبغيش ياكل الفلفله. ممكن يعني نديرو بهذا الشكل. ما كتشوفوش شنو غندير. والمقله الاخرى درت فيها هاد الفلفل الالوان وهاد الوراق ديال البصله الخضاريه، حتى هما راهم زوينين وفيهم فوائد كثيره، ما نضيعوهمش، نستافدوا من الحاجه اللي فيها فائده. علاش لا؟ ندوزو باش سميتو غناخذ هاد الفلافل نديرهم على المقله ديالي وغادي نشحر كلشي مزيان. حتى كنحس بيه الخضره بدا كيدخلها الطياب، كنزيد العطريه كامله، ابزار، زنجبيل، خرقوم، كمون، تحميره، وشويه ديال الهريسه، شويه ديال الثومه بودر. وهذه المقله الاخرى اللي درت فيها الخبز محكوك والقرعه محكوكه حتى هي غنشحرها مزيان وعاد غنزيد لها العطريه. ها هي من بعد ما وجدت ليا كما كتشوفوا، ها هي الاخرى كذلك. هذه من بعد ما طابت زدت شويه الزيتون اختياري، بغيتو تزيدوه ما تزيدوش. كما كتشوفوا هادو جوج حشوات ساهلين ماهلين، ما فيهمش مكونات بزاف. غادي نرجع للعجين ديالي اللي كيكون ارتاح شويه، كنشكل منه كويرات كما كتشوفوا بهذا الحجم، غير حجم صغير. كنبقى عليهم كاملين حتى كنكملهم، كنخليهم شويه يرتاحوا، عاد كنبدا نخدم بيهم. كناخذ واحد الزلافه كندير فيها شويه الزيت وشويه الزبده. من بعد ما ارتاحوا ليا شويه هاد الكريسات كنبدا نقرصهم ونورقهم بالزبده. ضروري من هاد العمليه باش كيجيو لنا هاد الرغيفات او مسمنات، كيجيو مرغفين وكيجيو زوين، كيجيو خفاف ما كيجيوش ثقال.
كتجي العجينه ديالهم هشه ورقيقه. كلشي بطبيعه الحال كيعرف يصاوب هاد المسمنات بحال المسمن الكبير. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كندوزو على الكويرات كاملين. واخا كيتقطعوا شويه ماشي مشكل، راه حنا كنطويوهم وكنوليو نكرسوهم، ما كتبقاش تبان كاع ديك التقطيعه. رمضان جاء بأجمل النفحات، خير الشهور وأجمل الأوقات، كل القلوب إلى الرحيم تضرعت بتلاوة القرآن والصلوات. ندعوك ربي أن تيسر صومنا وتعيننا فيه على الطاعات، فقلوبنا بخطى المساجد علقت ورجاؤنا في الله بالرحمات، ورجاؤنا في الله بالرحمات. رمضان يا رمضان صوت التهجد والقيام يشدنا، وتلاوة القرآن بالعبرات، والأجر فيه مضاعف. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما كيرتاحوا شويه هذوك المسمنات اللي كنصاوبوهم، كنجيبوا الحشو ديالنا وكنبداو نعمروهم بهذه الطريقه. كنحاولوا نسدوا دوك الجنيبات باش ما كيخرجش لينا الحشو. كما كتشوفوا راه العجينه مرخيه ماشي قاصحه. كنصاوبوها كنزينوها هكا بواحد القطعه ديال الفلفله الوان، كيجي المنظر ديالها جميل وكتجي في نفس الوقت بنينه وزوينه. هي كما كتشوفوا عاودت معكم واحده اخرى باش تشوفوها نفس الطريقه. شوفوا تبارك الله دوك الالوان كيجيو من اروع ما يكون، تبارك الله احسن الخالقين ما شاء الله. كما كتشوف ملي كيكونوا عندنا موجودين راه كيوجد بسرعه. هانتوما كما كتشوفوا دغيا العجينه كتكون ارتاحت. انا درت من الحشوه الاخرى حتى هي باش تشوفوها. هادو غنزينوه بالزيتون باش ما يتلفوش ليا مع الاخرين. وهما من بعد ما جمعتهم وصاوبتهم شوفوا كي كيجيو. غادي ندهنهم هنايا بالبيض، وغادي نرش عليهم يا اما الزنجلان ولا داك بوافو ولا حبوب الخشخاش، فهما راه كيجيو زوينين. داك الجنجلان كيزيدهم شويه للذة. غنبقى هكا حتى نكمل الخبيزات كاملين اللي عندي. نحاولوا ما امكن نديروهم قادين باش كيجي المنظر ديالهم زوين في المائده، وكندخلوهم الفران. وملي كيخرجوا ها هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، راه كيجيو رائعين ولذاذين
وكيبغيوهم الكبار والصغار. كما كتشوفوا الشكل ديالهم شهي وزوين. نتمنى عجبوكم تجربوهم في البيوت ديالكم. وإلا كنتوا اخواتي اول مره كتشوفوا القناه ما تنساونيش بالدعم بالاشتراك وبالاعجاب وبالتعليق الزوينه ديالكم. وكان هذا الفيديو ديال نهار اليوم. كما كتشوفوا ها هو الشكل ديالها من الداخل. العجينه كي كتجي راها رقيقه ما مدقصه ما حتى شي حاجه، غير بحال الورق. هانتوما ايوا ما تنساونيش اخواتي من البصيمه، وتقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.